هكررها لكم. أنا لقيت أب يربي بشكره. انهار وزعل وثابت عليه نفسه، لكن هو حاول كتير ومعرفش يوصل لحل يرضيهم ويكونوا لبعض ونصيبهم كده. ولكن جه الوقت اللي يطلع فيه وكله ثبات انفعالي ويكشف عن مفاجآت خاصة بعد قراية فتحة أمل على خطيبها عماد. حليم لآخر لحظة عامل حساب العيش والملح وبنته وقال: أنا عمري ما سعيت على خراب بيت حد، أنا الحمد لله قريب من ربنا جدا وببقى قاعد في حالي وكل حاجة تيجي لحد عندي وتقع تحت إيدي. لو أنا شخص مش كويس كان زماني قاعد معاكم في اللايف دلوقتي بوريكم حاجات على الموبايل وأقول لكم بصوا أنا اتعمل فيا إيه وعيط وانهار، بس أنا مش هعمل كده. حليم قال كمان: فككوا بقى من جو نهايات أخلاق والكلام ده، واللي ليه حق هياخده، هيجي الوقت وأتكلم في الوقت المناسب. أنا ما لقحتش على حد ولا صدر مني أي كلام وحش لحد، ومستعد أعتذر لو عملت كده. حليم عارف إنها فترة مش سهلة عليه وكل اللي بيطلبه من جمهوره يدعوله، وهو عارف إن ربنا هيعوضه وشايله خير كبير.